كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. والنهاردة جايبه لكم ان شاء الله احلى قطعة في حلاوة المولد وهي القشطة. وقبل ما نبدأ ما ننساش اللايك والاشتراك. معانا 3 كوبايات سكر، هنحط عليهم كوباية مية وربع معلقة فانيليا، ومعلقتين 3 كده عسل جلوكوز. وبعدين هنرفعهم على النار يغلوا يدوب دقيقتين بس. بعد كده هنحضر الجيلاتين معانا. هنحط 6 معالق كبار جيلاتين، عليهم ربع كوباية مية، وبنبتدي نقلبهم زي ما احنا شايفين مع بعض. هيكون خلاص السكر والمية غلت معانا، ما تقعدش اكتر من دقيقتين على النار، يدوب تغلي بس. وهي سخنة كده وبتغلي بنحطها في بولة، وبعدين بنحط عليها الجيلاتين اللي احنا جهزناه، وبنبدأ نضرب بالمضرب. كل ده والعسل او السكر والمية سخنين جدا. نبتدي نضرب بالمضرب. هي هتاخد حوالي 7 دقايق بس. بعد كده شايفين لونها، بعد كده بتبدأ تفتح شوية بشوية زي ما احنا شايفين مع بعض. وبعدين خلاص فتحت معانا، لونها افتح خالص معانا، وبقى قوامها عامل زي الكريم شانتيه. نضرب بالمضرب لحد قوامها ما يكون معانا بنفس الشكل زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين المنظر؟ بعد كده هنجيب صينية ونبطنها بالزيت، ولو حابين تبطنوها برضو بنشا، بس انا اكتفيت بس حطيت جوز في الصينية، وبعدين حطيت الزبيب زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده هصب الخليط كله وهو ساخن، لو سبته 5 دقايق هيجمد معايا. بعد كده هنحط من على الوش الجوز زي ما احنا شايفين مع بعض، وبعد كده هنحط الزبيب بنفس الصورة. بعد كده هنضغط عليه عشان يتدخل مع بعضه. وشايفين قد ايه هي جميلة وقد ايه هي سهلة، وعملناها بسرعة وبمكونات بسيطة. وبعد ما بردت معانا حطيناها ليلة بحالها في التلاجة او بره التلاجة عادي. شايفين قوامها، وشايفين قد ايه احلى من الجاهزة والله. يا ريت تجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك، واستنوني في وصفة جديدة، ومع السلامة.